صباح الخير متابعينا الكرام. كيف كيعرف العالم أن البارحة كانت ليلة طويلة على المغاربة، ليلة ليست ككل الليالي، حيث ضرب زلزال كان مركزه منطقة الحوز 7 درجات حسب سلم ريشتر، وبالضبط كان مركزه بمنطقة إيغيل، مما أحدث خسائر في الأرواح تصل إلى 632 وفاة لحد الساعة و329 مصاب، بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة. حيث أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء مساء اليوم الجمعة عن تسجيل هزة أرضية بإقليم الحوز بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريشتر، وفق ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل. وأوضح المعهد في نشرة إنذارية مشتركة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جماعة إيغيل التابعة لإقليم الحوز وقعت على الساعة 11 و11 دقيقة وثانية واحدة مساء الجمعة. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة الأرضية سجلت على عمق 8 كيلومتر، وقعت عند التقاء خط العرض 30 961 درجة شمالا وخط الطول 8 413 درجة غربا. وكشف كذلك يوسف تيمولالي مسؤول بالمعهد الوطني للجيوفيزياء أن الزلزال يمكن أن يتكرر، لكن ليس بنفس الحدة، لأن أقصى درجة بلغها بالفعل، وأكد أن الارتداد ستكون ضعيفة لن يشعر بها سكان المدن الداخلية، وسيكون الشعور بها بالمناطق المحاذية لبؤرة الزلزال بجهة مراكش فقط. ولقد أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه لم يحدث زلزال من هذا المستوى في نطاق 500 كيلومتر من زلزال المغرب منذ عام 1900. ولقد قالت كذلك زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كيلومتر ومركزه جبال الأطلس. كما أكد المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب الزلزال الذي ضرب جنوب. ولقد بادر مجموعة من الشخصيات العالمية والدولية في تعزية الملك محمد السادس نصره الله، ومن بينهم أمير قطر الذي عز الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال. وكذلك الرئيس التركي معزيا في ضحايا الزلزال، ويؤكد وقوفه إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل إمكانياتنا في هذا اليوم العصيب. وكذلك الخارجية الإيرانية نعرب عن أسفنا للزلزال المروع الذي ضرب المغرب، وتعازينا للشعب المغربي ولحكومة هذا البلد. الرئيس الوزراء الإسباني معزيا في ضحايا زلزال المغرب: نقف إلى جانب ضحايا هذه المأساة. سلطان عمان يعزي ملك المغرب: نعرب عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا لشعب المغرب وأسر الضحايا. مدير منظمة الصحة العالمية: مستعدون لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة للمغرب. الرئيس بوتين يقدم تعازيه إلى الشعب المغربي الصديق بعد الزلزال. رئيس المفوضية الإفريقية: نعرب عن تعازينا الحارة والصادقة لملك المغرب وشعبه ولأسر ضحايا الزلزال. الرئيس الأوكراني: نعزي ملك وشعب المغرب ونتضامن معهم خلال هذه الفترة المأساوية. لقد كان زلزالا عنيفا خلف ضحايا في الأرواح وجرحى، والحصيلة في ارتفاع، وكذلك سقوط أحجار من أعالي جبال الأطلس، مما يعرقل الطريق للإسعاف، وكذلك لأهالي الضحايا الذين هم في طريقهم إلى زيارة أهاليهم بالمناطق المتضررة. وكما ترون في الصورة أن المستشفى بمراكش، المستشفى الجامعي، قام بإخراج مرضاه إلى خارج البناية، كما أنه وقع هناك سور في مراكش من الأسوار القديمة التاريخية والعديد من المباني في المدينة القديمة.
وهناك أضرار يعني في المباني وفي الأبنية القديمة خاصةً، والطرقات يعني لحد الساعة يعني مُغلقة من الأحجار التي تنزل من أعالي الجبال. وكذلك شبكة الاتصال ضعيفة جدًا من كثرة الضغط عليها، لأنه كل المواطنين يريدون الاطمئنان على أهاليهم بهذه المناطق، وكذلك النقل، لأن مجموعة من الأسر التي تضررت بيوتهم والذين أصابهم الذعر في اتجاه للمناطق التي لم تكن فيها قوة زلزال كبيرة كمنطقة مراكش والحوز والمناطق المجاورة. الله يكون معاهم ويوقف معاهم يا ربي. لقد قضى المغاربة ليلة بيضاء البارحة، وكل شي في الشوارع وكل شي حامل تليفوناته كيطمئن على الأهالي ديالهم. الله يكون معاهم والله يشافي المرضى والله يرحم الشهداء، وتعازينا الحارة لكل المغاربة، وتعازينا الحارة لصاحب الجلالة الله ينصره، والله يرحم الجميع، ومصاب اللي هو من عند الله. الحمد لله على كل حال، وربي يحد الباس ويجعلها آخر الأحزان يا رب على المغرب وعلى المغاربة. تحياتي لكم في نشرة أخرى. نلتقي في نشرة أخرى ونوفيكم بآخر المستجدات. خليكم معنا وتحياتي لكم.